في ناس انت بالنسبة لهم هدف، مجرد ما يوصلوا له بتفقد قيمتك في عينيهم. وفي ناس انت بالنسبة لهم مصلحة، اول ما بياخدوها بتبقى مالكش لازمة ليهم. وفي ناس انت بالنسبة لهم انبهار، اول ما يقربوا منك ومع الوقت بتتحول لشخص عادي وينبهروا بغيرك ويسيبوك. وفي ناس انت بالنسبة لهم المتاح، مفيش غيرك دلوقتي يلجأ ليك، اول ما يلقوا البديل يستغنوا عنك. وفي ناس انت بالنسبة لهم قيمة وحب، بتفضل دايما في عينيهم مهما طال الزمن واختلفت المسافات والأماكن. هو نفس الشخص اللي مش ممكن يستغنوا عنه. هتلقى في رحلة حياتك كل أنواع الناس دي، لكن الإنسان الحكيم ما يقفش قدام تصنيف أنواع الناس اللي بتقرب منه، لأنه بيستمتع ويتعلم من خلال أمانته وصدقه ومحبته لكل أنواع الناس اللي بيقابلهم. خليك أمين في كل علاقاتك، وما تزعلش ولا تلوم نفسك على أي موقف إيجابي أنت عملته مع حد. افرح وافتخر بنفسك وبصدقها وقوتها، وسيب كل واحد حر في الطريق اللي هو عايز يكون فيه، واللي قرر يشوفك بيه ويقرب بيها منك. تحياتي، يحيى شاهين.